ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. وحشتوني جدا جدا جدا. عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. الدراسة على الأبواب، في اللي نزلوا المدارس امبارح وأول، احنا لسه بكرة ان شاء الله. فقلنا ايه لما نفرح الولاد ونعمل لهم كده وصفة حلوة يحلوا بيها وتحللهم طعم الأيام. يلا بقى، عايزين نعمل ايه؟ هنعمل لكم النهاردة كنافة بالمانجا، حاجة كده من ايام رمضان كده، الايام الحلوة الجميلة، ربنا يعيدها علينا بألف خير. عفوا. وبصوا، اول حاجة بدأت بيها عملت السكر، كوبايتين سكر عليهم كوبايتين من المية، ومش هقلبهم خالص، حطهم على النار. واول ما يبتدوا يغلوا هنزل عليهم عصرة ليمونة. تمام، لحد كده تمام. اول حاجة بعمل السكر علشان خاطر يبرد، اسيبه بقى اطفي عليه ويبرد لحد لما اجهز الكنافة والمانجا والكريم شانتيه بتاعي والحاجة يكون هو برد. فلما اسقي بيه الكنافة تبقى هي سخنة وهو يبقى بارد. لازم حاجة فيهم تبقى باردة والحاجة التانية تبقى سخنة. ما ينفعش هما الاتنين يبقوا سخنين او الاتنين يبقوا باردين. هسيب بقى السكر بتاعي يغلي. وهنا اديني زي ما انتوا شايفين اهو، طلعت الكنافة بتاعتي من الفريزر علشان افركها كده. انا مش هكسرها جامد، انا عايزاها برضو تبقى يعني سليمة كده، ما تبقاش فرافيت، او تبقى يعني مش عايزة احطها حتى في الكبة او حاجة. هكسرها بس بايديا كده، بس هيفضل فيها الخيط بتاع الكنافة. هي كانت في الفريزر، فانتي لما تطلعيها من الفريزر هتسيبيها شوية، ولما تيجي تكسريها كده هتلاقيها بقت سهلة معاكي. اشتغلي بقى كده بالراحة وبمزاج، طالما هتعملي لهم حاجة حلوة، وطالما عايزة تفرحيهم فرحي نفسك انتي كمان كده، واشتغلي بالراحة واشتغلي بفرحة. عايزة اقولكم ان انا طول ما انا بعملها عمالة افتكر ايام رمضان والفطار، وهنفطر وناكل الكنافة بالمانجا، وعايزين هنعمل ايه على السحور. ايام بجد بتبقى كلها كده بركة وخير وسعادة، وبتخلي الواحد عايز يعمل كل حاجة، كل حاجة حلوة. فطول ما انا بقى شغالة فيها كده قلت ايه، يا على رمضان وايام رمضان. حاولوا بقى تخزنوا كام واحدة كده من المانجا عشان تبقوا تعملوا كنافة بالمانجا كده حلوة في رمضان ان شاء الله. وهنا بقى عصرنا الليمون بتاعنا. انا الليمون عندي صغير فعصرت ليمونتين. بعد ما خلاص السكر داب ممكن بقى ابتدي اقلب براحتي خالص. في ناس بتعمل كوبايتين السكر عليهم كوباية واحدة بس مية، بس انا لما جربت اعمل كده بحس ان الحاجة مسكرة قوي، وانا مش عايزاها تبقى مسكرة قوي. هنا بقى عندي السمنة، قلت اسيحها علشان اعرف احمر بيها الكنافة بتاعتي. انا هحمر الكنافة على العين البوتاجاز من فوق، ومش هحطها في الفرن. خلاص اهو العسل عندي او الشربات بدأ يغلي، هيغلي غلوتين وهطفي عليه لان انا مش عايزاه يتقل جامد. وهنبتدي بقى ايه، نشوف الكنافة بتاعتنا لو كده نحمرها. يلا انا حطيت اهوت بوزع السمنة. وزعي السمنة عليها كلها علشان تبقى كلها تاخد لون ذهبي واحد، ما تبقاش جزئية وجزئية. وبرضو ما تكتريش السمنة علشان ما تبقاش كده مدهننة وما تبقاش حلوة. يعني دايما خلي حاجتك بالمعقول عشان لما تتاكل كده تبقى حلوة وبألف هنا وشفا. نحمر بقى الكنافة بتاعتنا. اي نعم هتاخد وقت شويتين، خليكي واقفة كده قدامها قلبي، ما تسيبيهاش عشان ما تتلسعش منك. انا مرضتش اعملها في حلة تيفال على اللي هي الاستانلس، عملت في الالومنيا علشان اعرف اتحكم فيها، عشان برضو الاستانلس ساعات بيلسع مني الحاجة.
فدايما خلي عندك حلة كده من الألمونيا بتنفعك في التحمير. بصوا بدأت تاخد معايا لون ذهبي من غير ما تتلسع او تتحروق. بصوا بقى تفضلي تقلبيها كده لحد ما تلاقيها كلها اخدت درجة واحدة. ودينا حمرنا الكنافة. ايه رأيكم بقى؟ ولا اروع ولا اسهل. خلاص اهي دخلت على اللون الذهبي الحلو اللي بيخلي الكنافة شكلها حلو كده. فانا هبتدي اقفل عليها واسقيها بقى بالعسل بتاعها وارصها في الصينية. بصوا انا حطيتها اهوت في الصينية، هسقيها بالعسل بتاعها اهو. طبعا مش هاخد العسل ده كله، مش الكمية دي كلها، يعني كده بالنظر كده هحط مثلا ادي انا حطيت كبشتين وادي التالتة. ابتدي بقى افرديها بقى بالمعلقة، افرديها بايدك، اغسلي ايدك كده قبل ما تشتغلي. لو عايزة تتفاعلي بايديكي عادي خالص. ست البيت يعني لازم تحس بايديها كده بالحاجة وهي بترص الحاجة. طالما ايدينا نظيفة وحاجتنا نظيفة خلاص مفيش مشكلة. هنسويها بقى كده، مش عايزين حتة صغيرة وحتة عالية وحتة واطية، لا، عايزين كلها تبقى مقاس واحد وسمك واحد عشان الخرطة تطلع القطعة كده تبقى كلها متساوية، مفيش حتة وحتة. ايه رأيكم؟ ولو حسيتي ان هي لسه عايزة عسل حطي. بصوا انا يعني بقول لكم اهو، واديني حطيت تاني. ايوه ايه رأيكم بقى؟ اهي اتساوت معايا وبقت زي الفل. هنسيبها بقى شوية كده على جنب ونبتدي نعمل الكريم شانتيه. الكريمة بتاعتنا انا جبت ربع، حطيت عليه مية اهي بتلج، وهنبتدي نضربه بالمضرب بتاعنا لحد ما يعمل الفوليوم بتاعه العالي الحلو. قلبي كده بس عشان ما يعملش معاكي مش ترابة، اللي هو يعني هيطرطش معاكي هنا وهنا وهنا. وكل شوية هزود، يعني مش هما دول بس شوية المية اللي انا هستعملهم، هزود شوية كمان بس شوية بشوية. اوعي تدلقي مرة واحدة كده والدنيا تبوظ منك، لا يعني نص كوباية في نص كوباية لحد ما تحسي ان هو ده القوام اللي انت عايزاه. عايزة القوام يبقى زي الكريم كده علشان يبقى حلو. هنقعد بقى نضرب كده. انا بصراحة بقى زهقت من كتر ما انا ماسكة المضرب وعمالة اضرب في الحاجة، فجبت بنوتي قلت لها لا تعالي بقى انتي اشتغلي بقى شوية، وسبتها بقى هي عملته لحد لما انا رحت ظبطت الدنيا. ايه رأيكم؟ هو كده وصل معايا القوام جميل ومناسب. فانا كده هبتدي بقى استعمله. بصوا بقى وانا بنزله كده على وش الكنافة هيبقى عامل ازاي. بصوا هو ده القوام اللي انا عايزاه، علشان لما هيتحط بعد كده في الفريزر ويمسك هيبقى عامل لي طبقة جميلة جدا. بصوا بقى نزلت الكمية كلها. انا الصينية عندي طبعا كبيرة، هتاخد معايا الكريمة كلها. والباقي بقى اللي في الطبق بقى قعدت بقى اجيبه كده بالمعلقة علشان الكريمة بجد كانت جميلة وكان سكرها هادي. احلى حاجة ان الكريمة عندي ما كانتش مسكرة قوي
ولا كانت خام، كان سكرها هادي جدا، ما احتاجتش احط عليها اي سكر، ما احتاجتش احط عليها فانيليا ولا اي حاجة. بصوا هتسويها بقى كده، تحاولي تسويها بظهر المعلقة، وتخلي جميع الجناب متساوية برضو، علشان ايه زي الكنافة ما تبقاش حتة عالية وحتة واطية. بصوا كأنك بترسمي لوحة، سوي حاجتك كده كأنك بترسمي لوحة. اللي وصل لهنا ما ينساش بقى اللايك والشير، لو الحاجة عجبتكم لايك وشير بقى وسبسكرايب، ولو قدرتي تشيري الفيديو مع اصحابك عشان هما كمان يعني يتعلموا حاجة جديدة. احنا ده طبعا هدفنا كله ان تخشوا المطبخ وتتشجعوا، تحسوا ان الحاجة سهلة وبسيطة ما فيهاش اي تعب، وتشتغلي كده لبيتك وجوزك وولادك بفرحة. ولو لسه ما تجوزتيش حتى تعملي لباباكي ومامتك واخواتك. بصوا بقى انا كنت في الفترة ديت قطعت المانجا متقطعة عندي مكعبات اهيت، قطعتها كده. عايزة تقطعيها اصغر، عايزة تعمليها شرايح طويلة، براحتك خالص. انا طبعا يعني نسيت اقول لكم ان انا هحطها في الفريزر بعد ما فردت الكريمة على الوش كده، حطيتها في الفريزر ساعة، كانت الكريمة مسكت شوية، وبعد كده طلعتها وحطيت المانجا وهدخلها تاني الفريزر، هتقعد لها ساعتين 3. انا عايزه اقول لكم انا سبتها من بالليل لان انا كنت شغاله فيها بالليل، الكلام ده كله كان بالليل، وحطيتها في الفريزر لحد تاني يوم. فبعد الغدا طبعا طلعتها، كانت ما حصلتش، حسيت هنا ان القطع كبيره شويه، فقلت لما ايه اقللها شويه عشان انا عندي اطفال صغيرين فمش هيعرفوا ياكلوا القطعه دي كلها. ايوه زوقيها بقى زي ما انت عايزه تحطي عليها ورق نعناع من فوق، عايزه تحطي كريز، عايزه تحطي فاكهه كمان، اي نوع فاكهه تاني براحتك خالص. بس انا عشان عايزه اعملها بس بالمانجا، ازيد من كده محدش هيرضى ياكلها. هحطها بقى في الفريزر ونرجع بقى ساعه التقديم واوريكم تقديمها كان عامل ازاي. وكل اللي اكلها بصراحه شكر فيها وقال قد ايه ان هي كانت جميله، مش بشكر في حاجتي بس بجد كانت حلوه. وادي التقديمه بتاعتنا، بصوا الخرطه عامله ازاي، بصوا الكريمه اصلا يعني سمكها عامل ازاي، واللون الذهبي بتاع الكنافه. اتمنى يا رب الفيديو يكون عجبكم، واتمنى الوصفه تكون حلوه وتشجعكم تقوموا تعملوها لحبايبكم. كل سنه وانتم طيبين بالعام الدراسي مره تانية، وان شاء الله نتقابل ونعمل الكنافه بالمانجا في شهر رمضان الكريم من عشنا ولينا عمر باذن الله. اشوفكم الفيديو الجاي على خير. ما تنسوش بقى اللايك والشير والسبسكرايب والتعليقات الجميله الحلوه اللي بستناها كل مره وبتبعتوها لي وبتفرحني وبتخليني اتشجع واقوم اعمل حاجات تانية جديده. واشوفكم الفيديو الجاي على خير ومع الف سلام.